نقترح في أمسيتنا لهذا اليوم مسيرة السنة الطقسية في الكنيسة السريانية، ونحاول أن نعرض فيها المعنى اللاهوتي لمفهوم السنة الطقسية والهدف منها. تشكلت السنة الطقسية تدريجياً مستندة على عيد الفصح، سواء من ناحية الزمن كما هو أيضاً من ناحية اللاهوت، فجاءت بنيتها متكاملة تواكب مراحل حياة يسوع الأرضية ومحتوى كرازته للبشر، فتمحورت حول سر الفداء الذي أراده الله ضمن تاريخ الخلاص، لتصل إلينا في 7 أزمنة بحسب الترتيب التالي: زمن الكنيسة، زمن البشائر والميلاد، زمن الدنح، زمن الصوم والآلام، زمن القيامة، زمن العنصرة، زمن الصليب. زمن الكنيسة هو أحد الأزمنة الليتورجية المهمة، ويحتوي على أحدي تقديس وتجديد الكنيسة، حيث يركز على مفهوم الكنيسة كعروس للمسيح وعملها في العالم ورسالتها في إعلان الإنجيل وتأمل في ملكوت الله. أما القراءات الليتورجية فتسلط الضوء على حياة المؤمن في الكنيسة ومسيرته نحو الخلاص، ويعد هذا الزمن زمن تأمل وتأهب وتهيئة للدخول في زمن البشائر. زمن البشارة والميلاد يعد من الأزمنة الغنية بالمعاني الروحية والعقائدية، ويركز على الإعلانات المختلفة التي سبقت ميلاد المسيح، وتستخدم خلال هذا الزمن تراتيل مريمية كثيرة وأناشيد تدعو إلى البحث عن النور الإلهي ومجيء الرب، وتتصدرها تراتيل لمار أفرام.
زمن الدنح. الدنح تعني الظهور أو الانبلاج أو الإشراق، وتشير إلى ظهور المسيح الإلهي للعالم أولاً في معموديته في نهر الأردن، حين أعلنت ألوهيته بشهادة الآب والروح القدس، ومن ثم بدء خدمته وإعلانه ظهور الملكوت. يدعو هذا الزمن المؤمن إلى تجديد مواعيد المعمودية والسير في النور الذي كشفه المسيح، والإصغاء للكلمة والعمل بها، لأن المسيح يعلن ذاته خلال التعاليم والمعجزات. زمن الصوم. يتمحور هذا الزمن حول التوبة والندامة والعودة إلى الله بالصلاة والصوم والصدقة والإقبال إلى المصالحة.
أن ليلي سيملأه الضياء، وحجر القبر سيفيض منه العذاب. إلهي لا تتركني في هذا العناء، لا معنى للحياة بدونك، ولا للبقاء بعيدا عنك. وحدك أنت القيامة والرجاء. استمع يا رب مني هذا الدعاء، لا تدعني يا إلهي يأكلني اليأس حتى زمن القيامة. يتكلل الزمن الفصحي بحدث القيامة. قيامة الرب يسوع هي سبب وجود الكنيسة، وتحديد تاريخ العيد يرتب باقي أزمنة السنة الطقسية.
زمن العنصرة يعد امتدادا لزمن القيامة بحدث العنصرة الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ. من هناك تنطلق الكنيسة إلى العالم وتبدأ رسالتها بقوة الروح لتشهد لحدث القيامة وتبشر العالم بالخلاص الآتي من الرب القائم من بين الأموات. يوسم هذا الزمن بالكنيسة وينقسم إلى سوابيع من الآحاد، منها سابوع الرسل وسابوع الصيف. إنه زمن كنيسة اليوم المدعوة إلى حمل البشارة للعالم بقوة معلمها وبتوجيه من الروح القدس. زمن الصليب. يختم زمن الصليب السنة الطقسية، فيبدأ مع عيد ارتفاع الصليب المقدس في 14 من أيلول، ويستمر حتى آخر أحد من السنة الطقسية التالية.
في هذا الزمن يصبح الصليب الغالب والفارغ من المصلوب علامة للخلاص والرجاء، ويلوح بالمجيء الثاني للمسيح المنتصر الذي يسحب نحوه المؤمنين الذين يصبون إلى اكتمال الملكوت والدخول في مجد الله. الصليب يمنح العالم الرجاء والسلام. بص